صباح الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هعمل لكم حاجه مكوناتها قدامكم اهي. بطاطسيتين وكوبايتين لبن بقري. عايزاكم تتوقعوا هنعمل ايه كده وتكتبوا لي في تعليقاتكم. هبدأ في الوصفه وهوريلكم هعمل ايه خطوه بخطوه معايا. صباح الفل. حله على النار، هنحط حله على النار اهي، نار عاديه مش واطيه ولا حاجه. حطينا اللبن اهو، كوبايتين لبن بقري، والبطاطسيتين مع اللبن. هنسيبهم بقى يستووا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. هلا استوت ولا لا اهو. استوت اهي، دقيقتين تنام بس وهنزلها اضربها في الخلاط. هضربها في الخلاط واصفيها بمصفى واقول لكم هنعمل ايه. خليكم معايا. استوت على نار هاديه. حطيت الحله، انا طبعا صفيت البطاطس واللبن بمصفى ناعمه خالص، وهفضي بقى هفضيه في حله على نار هاديه خالص. ده شكله اهو، ده شكل القوام بتاعه. طبعا بياخد وقت جامد في تصفيته بالمصفى عشان يبقى ناعم خالص، ما يبقاش في اي كلاكيع صغيره كده من البطاطس ولا حاجه. طبعا احنا متاكدين ان البطاطس مسلوقه كويس، مستويه جامد، يعني مفيش فيها كلاكيع ولا حاجه، ولا حاجه مش مستويه ولا اي حاجه. هنفضي بقى كده كله وعلى نار هاديه بقى. طلع البوتاجاز على الاخر. نستمر بقى في التقليب. هحط معلقه كركم ومعلقه ملح. كركم هو اللي هيديله اللون الاصفر. نفضل نقلب طول ما احنا واقفين قدام البوتاجاز، هنقلب. هنحط معلقتين سمنه بلدي، معلش بقى رحيم عامل قلق معانا. ده شكل القوام بتاعه. يا ترى عرفتوا هنعمل ايه ولا لسه معرفتوش؟ هنعمل حاجه كلنا بنشتريها في رمضان يوميا، وفي ناس بتشتريها بتبقى مخزناها عادي، بس لما بنروح نشتريها بتبقى، لو انت شفت شكلها قبل ما يقطعوها كده هتقولي لا مش هشتريها خلاص من بره، وهحاول ان اعملها في البيت. نفضل نقلب كده مع النار. هنحط 3 معالق نشا على شوية مية زي دول كده، ونقلبهم على البارد ونحطهم برضو على الخليط ده. هنحط نص كوباية جبنة.
الفلفل الاسمر. هنستمر في التقليب. اكيد كلكم عرفتوا احنا هنعمل ايه بقى. هنعمل جبنه رومي لسه معموله في البيت، ان شاء الله هتعملوها هتعجبكم. خليكم معايا لاخر الفيديو هوريكم شكلها ايه. مستمرين في التقليب اهو. احنا طبعا بتاخد نقعد نقلب فيها كده تقريبا نص ساعه لغايه ما الحاله ما السائل دوت يبقى عجينه، تحس ان هو عجينه خلاص قرب يبقى عجينه، ونقوم حاطينها في علبه بقى. بس طول ما انت واقفه تقريبا كده نص ساعه تقليب مستمر. شايفين القوام عامل ازاي؟ ريحتها جميله قوي. لو انت عايزاها تطلع جبنه رومي قديمه بتجيب الجبنه الرومي اللي انت بتحطها نص كوبايه جبنه رومي اللي بتحطها ديت، بتجيبها جبنه رومي قديمه تكون قديمه يعني متخزنه من زمان. لو عايزاها عاديه بتحط اي نوع جبنه قديمه بقى، نوع جبنه رومي يعني مش فارقه بقى معاك. نفضل نقلب كده لغايه ما توصل للقوام اللي انا عايزاه، وبعد كده اوريكم شكلها عامل ازاي. خليكم معايا. القوام بتاعها بدأ يتقل اهو، بس طبعا مستمرين في التقليب يعني. هي بتتعب الايدين شويه بس مش مشكله، لما تلعبي شويه في حاجه عاملاها في البيت احسن ما تشتريها من بره ومش عارفه معموله ازاي. ديت حتى انت عارفه حاطه فيها بالظبط، ولا عفن بقى ولا حاجه مش مضمونه. بدأ القوام يتقل اهو، شايفين؟ يستحسن لما تيجي تعملها في حاجه مش الاكل ما تلزقش فيها زي الحله التفاح مثلا. بدأ القوام يتقل خالص اهو. هنفضل نقلب لغايه ما تبقى عجينه. مكونات الجبنه الرومي اللي احنا هنعملها ديت: كوبايتين لبن بقري واتنين بطاطسايه هتقطعوهم مكعبات. تحط اللبن مع البطاطس على النار يستوي عادي، وبعد ما يستوي بتقومي رايحه خلطهم في الخلاط، ضربهم في الخلاط، وبعد كده بتصفيها بمصفى عشان ما يبقاش فيها كلاكيع ولا اي حاجه في البطاطس. هي اصلا كده البطاطس مستويه ما بتطلعش، انا لما عملتها ما طلعتش اي حاجه، كانت مستويه خالص. وبعد كده في حله على النار هتقومي حاطه بقى السائل بتاع البطاطس على اللبن، ومعلقه ملح ومعلقه كركم عشان تديها اللون الاصفر الجميل ده، ومعلقتين سمنه بلدي، 3 معالق نشا بتكون مقلبهم في ميه على البارد وبتحطهم برضو عليها، ونص كوبايه جبنه رومي مبشوره قديمه او المتاحه اللي عندك. لو حطيتها قديمه هتبقى طعمها طعم الجبنه الرومي القديمه، لو حطيت جبنه عاديه هتبقى طعمها جبنه جديده عادي. تفضلي بقى تقلبي كده على النار، ومعلقه فلفل اسمر، ولو عايزه زيتون حطي زيتون. تفضلي تقلبي لغايه ما نوصل السائل دوت يبقى عجينه. كل ما انا بيتقل اهو الميه اللي فيه بتتبخر. شويه وهوريكم شكلها. لسه مستمرين في التقليب. لو عايزه تعملها اختبار كده استوت ولا لسه، ولا هتفضها في العلبه ولا لا، بتقومي حاطه صبعك كده، لسه العجينه بتلزق فيها تبقى لسه مستوتش.
فيها اهوت. شايفين القوام بقى عامل ازاي دلوقتي؟ يعني قرب يبقى عجينة خالص اهو، بس لسه شوية برضه. شايفين؟ معادش يلزق في الحلة. شوية كمان ويعتبر خلاص بقى. هطفي عليه. خليكم معايا. خلصت اهي. دي شكلها بقى عم خلصت، عاملة زي العجينة بالظبط. بقت كلها حتة واحدة اهي. نختبرها بقى كمان. تحط ايدك فيها كده تطلع مش متلزقش في الصبع زي الاول. بس كده اهي. هحطها في علبة بقى مدهونة بزيت واوريكم شكلها ايه. دي شكل الجبنة بعد ما طلعت. عملت كمية كبيرة ما شاء الله عليها. من حبتين بطاطس وكوبايتين لبن و4 قطع جبنة رومي عملنا كل الكمية دي. هقطعها واوريكم شكلها والكمية اللي عملتها. انا قطعت كام قطعة كده على قد ما احنا عايزين وسبت الباقي اهو. طعمها حلو، فكرة حلوة، جربوها ان شاء الله تعجبكم. نسيبها بقى هنا على جنب. نتكلم بقى عن الخس. الخس ده طبعا من الحاجات المستحبة أوي في السحور أو في رمضان عموما. هقول لكم بقى الخس بيعمل ايه في الجسم لما بناكله. الخس ده طبعا بيحافظ على مستويات السكر في الدم، وبيحسن صحة العظام، وبيعزز الجهاز الهضمي، واهم حاجة ان هو بيمنع الامساك للناس اللي بتعاني من الامساك. وفي فيتامينات الف وفيتامين سي. فيتامين سي طبعا ده مهم جدا للبشرة. وفي فيتامين ه اللي هو بيحارب علامات الشيخوخة. فانصحكم بالخس في رمضان. بس ده كان فيديو بسيط كده عن الجبنة الرومي من البطاطس. ان شاء الله اعمل لكم جبن تانية. خليكم معايا. كل سنة وانتم طيبين.